تردد قناة كوكيز كيدز الجديدة دلوقتي على قمر النايل سات. جيت في الفيديو ده عشان اعرفك ازاي تنزل التردد وازاي تقرب القناة بكل سهولة ان شاء الله. لو لسه اول مرة تشوفني فانا مصطفى ابراهيم، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي تحت في التعليقات لو في قناة مش عارف تنزلها وانا هقول لك على كل الشرح والتفاصيل. امشي معانا لحد النهاية وانا ان شاء الله هخليك تنزل القناة وتقربها بكل سهولة. طبعا الشرح اللي موجود قدامك شرح على رسيفر اتش دي، فيا ريت تمشي معايا لحد النهايه وانا هخليك تمشي على الخطوات تنزل القناه وتقربها بكل سهوله. اول حاجه بنعرفها زي ما حضراتكم شايفين بندوس على المنيو، بيظهر عندي هنا قائمه اسمها قائمه التركيب، بدوس عليها اوكي علشان يظهر عندي هنا ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمه الترددات. بنزل على ثالث خانه وهي قائمه الترددات وبدوس عليها اوكي عشان يظهر عندي جميع الترددات اللي موجوده على قمر النايل سات زي ما حضراتكم شايفين. وده معدل الترميز الخاص بالقناه، وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش يعني عمودي او افقي. هنركز بقى تحت هنا هنلاقي مكتوب اضافه بالاحمر وتحرير بالاخضر، شطب باللون الاصفر، بحث باللون الازرق. والالوان دي موجوده فين؟ الالوان دي كلها موجوده قدامك في الريموت بالترتيب، احمر اخضر اصفر ازرق. هندوس على الزرار الاحمر علشان خاطر نعمل اضافه للتردد الخاص بالقناه، واول ما بنضغط ضغطه واحده عليه بيكتب لي اضافه مرسل جديد او اضافه تردد جديد. بعد كده بنقف على مكان التردد وبنكتب التردد الخاص بالقناه. ولو وصلت معانا لحد هنا يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. بعد كده نكتب التردد الخاص بالقناه وهو 11679 11679. وهننزل على معدل الترميز هنا بنكتب 27500، والاستقطاب بتاعنا بنخليه زي ما هو عمودي او رأسي او في او فيرتيكال زي ما الريسيفر بتاعك كاتب. بعد كده بندوس اوكي بيديني التردد زي ما حضراتكم شايفين، والتردد جايب لي 99% قوة اشارة وجودة اشارة 80%، والتردد قوي جدا تقدر تستقبله في جميع الدول العربية وفي مصر بدون اي مشكلة. بعد كده بعد ما ضفنا التردد هندوس عليه اوكي، اداني علامة صح، ومن هنا بختار علامة البحث بالزرار الازرق. الزرار الازرق اتفقنا موجود قدامك اهو في الريموت. اول ما بنضغط ضغطه واحده عليه بيظهر لي هنا علامه البحث زي ما حضراتكم شايفين اهو. ما بغيرش اي حاجه في الاعدادات اللي ظهرت قدامي غير ان انا بدوس اوكي. اول ما بدوس اوكي مبروك علينا، التردد هينزل لي باقات كامله في تردد واحد، بس انا يهمني الباقه اللي انا عامل عشانها الفيديو. طيب بعد ما نزل لي التردد زي ما حضراتكم شايفين وجالي 32 قناه بتجيلي رساله حفظ نتيجه البحث، بدوس نعم. اول ما بدوس نعم اوتوماتيك بلاقي الريسيفر خرجني بره وخرجني على القنوات اللي موجوده قدامك وشغاله بدون اي مشكله. بعد كده عايزين نقرب القناه لان القنوات دي بتبقى نزلت اخر القنوات عندي ورا خالص، فانا عايز اقربها مثلا قدام مع الباقه الترفيهيه مع الافلام مع المسلسلات حسب الباقه اللي نزلت معايا. بعد كده هنخش من هنا هنختار قائمة القناة. قائمة القناة اللي موجودة قدامك دي هدوس عليها اوكي، وبعد كده ادارة القنوات وبختار القناة اللي انا عايز انقلها ايا كان اهو، بدوس اوكي على القنوات اللي انا عايز انقلها وبروح المكان اللي انا عايز انقلها فيه. نفترض ان انا عايز انقلها هنا، كاتب لي تحت حرك باللون الاصفر. اللون الاصفر اتفقنا موجود قدامك اهو في الريموت. اول ما بضغط ضغطة واحدة عليه بلاقي القنوات اتنقلت في المكان اللي انا حددته بكل سهولة. بعد كده بدوس اكزيت بيكتب لي حفظ البيانات وبخرج بره عشان اتاكد بلاقي القنوات اتنقلت في المكان اللي انا حددته بكل سهوله ان شاء الله. وبكده اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تدعمونا بلايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. ولو في اي استفسار سيبولي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي. واشوفكم على خير، وكان معكم مصطفى ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.